اتهم الرئيس السوداني عمر البشير في مقابلة مع قناة العربية المخابرات المصرية بدعم معارضين سودانيين، مشيرا إلى أنه في كل لقاء بين البلدين تطلب الخرطوم من القاهرة وقف دعم المعارضة السودانية. هذا وقال البشير إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها. وقال البشير: مثلث حلايب سيظل مثلثا سودانيا لأنه في أول انتخابات أجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري أجريت أول انتخابات في السودان ومن ضمنها حلايب التي كانت دائرة من الدوائر السودانية. المثلث حلايب هو حاجه ظل مثلث سوداني من الفتره بتاعت الاستعمار. فتره الاستعمار احنا بنسميها فتره الحكم الثنائي. ونفى البشير ما يتردد عن إيواء السودان لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وأكد أن العلاقة الشخصية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي متميزة جدا. اول حاجه احنا لم ناوي اي قيادات اخوانيه في السودان. لا يعني انا افتكر الرئيس السيسي شخصيا نحن قناعتنا انه هو رجل صادق في توجهاته، لكن طبعا في مؤسسه هنا. الان بنؤكد انه في معارضين سودانيين موجودين في القاهره بتشرف عليهم المخابرات المصريه، بتسكنهم، بتدعمهم.